هم مش هيتغيروا، ما تتعبوش نفسكم. لما تيجي واحدة وتقول أنا جوزي ده مستحيل يتغير، أو واحد يقول الست دي عمرها ما هتتغير، هل ده صحيح ولا غير صحيح؟ هذا أمر مستحيل يكون صحيح. ليه؟ لأن احنا بنتغير طول الوقت. طول الوقت أنا بتغير من الأحسن للأسوأ ومن الأسوأ للأحسن، وممكن الاتنين يحصلوا في نفس الوقت. ممكن الإنسان ظروفه المادية تتحسن والأخلاقية تسوء، وممكن العكس، وممكن الظروف العملية تبقى كويسة والظروف الصحية ما تبقاش كويسة. فاحنا طول الوقت في أبديت جديد. أي حد بيسمعني الآن، شوف انت عندك كام سنة وارجع 10 سنين ورا، هل انت النسخة اللي موجودة دلوقتي، أفكارك وقناعاتك وأولوياتك والحاجات اللي بتحبها واللي بتكرهها هي من 10 سنين، ولا اتغيرت؟ مليون في المية هتكون اتغيرت. فما يجيش حد يقول لي ان فلان او فلانة مستحيل يتغيروا. مليون في المية هنقدر نتغير، بس لو خدنا الاتجاه العلمي الصحيح. هناك طريقة للتغيير. طيب، الفيديو ممكن يكون طويل شوية، بس مهم قوي، مهم قوي ان احنا نسمعه. ازاي الانسان بيتغير؟ هم وجدوا ان احنا عندنا عقلين، في عقل اسمه العقل الواعي، وفي عقل اسمه العقل اللاواعي. طب ازاي احنا بنتغير وبنكتسب السلوكيات والاخلاق؟ قالوا بطريقة واحدة فقط. الطريقة الوحيدة دي هي ان احنا بنكرر الحاجة اللي احنا عايزين نكتسبها، الجملة اللي احنا عايزين نقولها. يعني مثلا واحدة بتدعي على أولادها، أول ما تحصل مشكلة منهم وما يسمعوش كلامها، روح ربنا يولع فيك، إلهي عربية تخبطك، إلهي مش عارف يحصل إيه. وتبقى متضايقة إن هي بتقول كده، بس أول ما بتغضب، في حالة الغضب من الأولاد مرتبطة بالجمل دي. عايزين نغيرها، نعمل إيه؟ نقول لها لما يجي الولد يضايقك، قولي ربنا يرضى عنك، ربنا يهديك. انت بتقولها بغضب، بتعبر عن غضبك، ولكن في نفس الوقت غيرت الجملة الصعبة دي لجملة تانية. مع الوقت والتكرار لسانك مش هيقول الدعوات الوحشة، هيقول الدعوات الجميلة. رقم 2، السلوكيات. واحد غضوب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فيجي في وقت الغضب يهدى، هو جواه بركان غضب بس من بره باين ان هو هادي. عاملين عارفين الفيديو لما بيحمل كده من على الانترنت وبيبقى فيه مؤشر كده بيدينا 1 و2؟ كذلك احنا في حالة التغير بتنتقل المعلومة او السلوك من العقل الواعي للعقل اللاواعي بالتكرار، بس بتحتاج وقت. لازم ناخد الوقت. العقل الواعي بطيء جدا، سرعته 40 بيت في الثانية. العقل اللاواعي سرعته 40 مليون بيت في الثانية. فلو عاوز تبرمج عقلك، حاجة واحدة فقط: التكرار التكرار التكرار. اللي عايز يتعلم الصلاة يكرر ان هو يصلي، تكرار يومي. اللي عايز يتعلم يصحى بدري يكرر الاستيقاظ في وقت معين، في حاجة اسمها الساعة البيولوجية. اللي عايز ينام بدري يكرر النوم بدري، كل يوم ينام بدري في نفس الميعاد، هيتعود جسمك ان هو ينام في نفس الميعاد. الطريقة الوحيدة للتغيير وتغيير العقل البشري، الطريقة الوحيدة للتعليم هي التكرار على فكرة. حتى في أصعب التخصصات العلمية، لما تتعلم لغة لازم تحفظ، وعشان تحفظ لازم تكرر، وعشان تقول جمل لازم تكررها وتستخدمها يوميا. أي حد بيعلم حد لغة يقول لك استخدمها، فلما تستخدمها عقلك هيحفظها وهتستسيغ اللغة. تمام؟ فعشان كده بنقول إن كلنا ممكن نتغير، ومفيش حد عاصي على التغيير. في واحد كافر بيبقى مؤمن، واحد مؤمن يبقى ملحد، في واحد غني بيبقى فقير، وفقير بينحت في الصخر ويبقى غني، في واحد غضوب بيتحول يبقى حليم، بس لما يكرر ويعرف الطريقة السليمة ان هو ازاي يكون حليم. لو احنا كررنا بالقاف ان احنا نتغير، لازم نكرر بالكاف. ونقدر، في ناس بتشتغل في تعديل السلوك، في حاجة اسمها العلاج المعرفي السلوكي CBT. هو قائم على الدماغ، انه بيديك فكرة، والفكرة دي محتاجة تكرار، ولما تكررها هتحبها، ولما تحبها هتتحول لسلوك. فمفيش حد ما يتغيرش. اوعك تقول ان جوزك مش هيتغير، اوعى تقول ان مراتك مش هتتغير، ولكن ممكن احنا لا نمتلك الادوات ولا الاسلوب ان احنا نغير الطرف الاخر. ممكن نستعين بحد يساعدنا على ده. ربنا يحفظكم ويحميكم ويستركم، اللهم امين.